جودة حياة حضرتك مرتبطة بشكل كبير جدا بجودة النوم. بتنام كويس حياتك هتبقى كويسة، مش بتنام كويس حياتك هتبقى تعيسة بائسة. هتكلم النهاردة بإذن الله في خطوات علاجية لمشكلة الأرق اللي بيعاني منها ملايين الناس دلوقتي حول العالم. الناس مش عارفة تشتغل، الناس مش عارفة تعيش حياتها، مش عارفين نعيش حياتنا بشكل طبيعي بسبب إن احنا مش بننام. يلا بينا توكلنا على الله نشوف هنعالج المشكلة دي إزاي مع بعض. طبعا الأرق واحدة من أكتر الاضطرابات اللي الناس النهاردة حرفيا بتعاني منها، واللي بتسبب العصبية والإجهاد والاكتئاب والتوتر والقلق وعدم التركيز، وبتسبب حاجات كتير جدا. يعني مشكله كبيره باذن الله نتمنى ان احنا فعلا نتخلص منها. وهقول لحضرتك الاسباب اللي المفروض انك تتجنبها قدر المستطاع، وهقول لحضرتك خطوات العلاج اللي المفروض انك انت تعملها قدر المستطاع. واتصور ان في خطوات علاجيه حضرتك هتسمعها النهارده للمره الاولى في حياتك. طبعا الارق بيساعد على التفكير الزايد، بيساعد على الحزن، بيساعد على الاكتئاب، بيساعد على ان يبقى عندنا ضغوط نفسيه واضطرابات نفسيه بشكل كبير. وفي نفس الوقت الارق بيساعد عليهم وهم كمان بيساعدوا على الارق. وفي اضطرابات معروف جدا ان هي مسببه للارق زي اضطراب PTSD او اضطراب كرب ما بعد الصدمه Post Traumatic Stress Disorder. الام المفاصل المزمنه احيانا بتكون واحده من المشاكل المعروفه جدا اللي بتسبب الارق. اضطرابات التنفس بتسبب الارق. وبالنسبه لموضوع اضطرابات التنفس ده يا ريت ناخد بالنا مع الاطفال تحديدا، لان هم ما بيقدروش يعرفوا ان هم عندهم مشكله في الموضوع ده، ما بيقدروش يعبروا عنها. طبعا امراض الجهاز العصبي بشكل عام بيكون ليها دخل كبير باضطرابات الارق. مشاكل الغده الدرقيه بيكون ليها دخل بالارق احيانا كمان الاضطرابات النمائيه، واشهرهم الاضطراب النمائي اللي اسمه ADHD، اضطراب فرط الحركه مع تشتت الانتباه، Attention Deficiency Hyperactivity Disorder. يعني زي اي مشكله في الدنيا ليها اسباب وليها علاج باذن الله. الكلام اللي فات ده كنا بنقول ايه هي ممكن تكون الاسباب. يلا بينا نتوكل على الله ونخش في خطوات العلاج. والحقيقه احنا هنتكلم 17 نقطه علاجيه، فمحتاجين تركيز، ولا مانع ابدا ان يكون معاك ورقه وقلم عشان تكتب ورايا الكلام ده. واحد، ممنوع انك انت تروح للسرير الا في حاله الارهاق الشديد. يعني لما احساس النعاس يتملك منك بشكل كافي تقدر حضرتك تروح ناحيه السرير. لكن فكره ان حضرتك تقعد على السرير وتستنى لحد ما النوم بيجي دي بتساعد جدا على استمرار الارق. روح السرير في حاله النعاس الكامل فقط. 2، لازم تتجنب بشكل كامل فكره النوم لفترات بسيطه اثناء فتره النهار. مخك وجهازك العصبي في فترات الاصابه بالارق مش بيكونوا جاهزين للنوم مرتين في اليوم. لازم جرعه نوم واحده على بعضها. كلامي ده ملوش علاقه خالص بالسنه النبويه اللي هي القيلوله. لو حضرتك باذن الله تقدر انك انت تلتزم بالقيلوله مع مجهود يومي انت بتعمله على مدار يومك يخلي جسمك في حاله الاحتياج للقيلوله، يبقى ده شيء كويس جدا وربنا ياجرك عليه. بس عشان تقدر انك انت تعمل ده انت محتاج انك انت توزع نومك على فترات بسيطه مرتين في اليوم، وتقيم الليل بقى وتدعينا معاك باذن الله. 3، ممارسة الرياضة بشكل احترافي. يعني أنا لو ما عنديش وقت ما مارسش مثلا، لا لازم حتى لو ما عندكش وقت تمارس. طب أنا ما عنديش صحة، برضه لازم تمارس. طب أنا ما عنديش طاقة، حتى لو ما عندكش طاقة لازم حضرتك تمارس رياضة. لعب الرياضة مش بس هيساعدك على النوم، لعب الرياضة من أكبر مسببات النوم. لعب الرياضة في حد ذاته هو اللي هيخلي عندك صحة وهيخلي عندك طاقة. احنا مش بنستنى يكون عندنا صحة وطاقة فنلعب رياضة، لا العكس، احنا بنلعب رياضة فتخلق لينا الصحة والطاقة بإذن الله. ولازم نكون فاهمين كويس إن حالة النوم هي حالة نفسية وعقلية وبدنية، والرياضة هي أحسن جزء بيغطي الجزء البدني في الموضوع. جودة الاستيقاظ تؤدي إلى جودة النوم. يعني لو أنت بتتعامل مع جسمك صح أثناء فترة الاستيقاظ دي هتكون أحسن هدية حضرتك بتقدمها لنفسك عشان توصل للنوم العميق المريح. وبالنسبة لموضوع الوقت، إن أنا ما عنديش وقت والكلام اللي أحيانا إحنا بنقوله لنفسنا ده عشان نبرر لنفسنا إن إحنا مش بنلعب رياضة، هطلب من حضرتك إنك أنت اقطع بس ولو نص ساعة في اليوم من السوشيال ميديا. وبالنسبة للسوشيال ميديا كان في دراسة علمية بتقول إن المواطن العربي بيقعد حوالي 8 ساعات في اليوم بيستخدم سوشيال ميديا، خد منهم بس نص ساعة للرياضة. 4، تقبل فكرة ان عندك مشاكل نفسية وضغوط نفسية، وبسبب المشاكل النفسية دي انت مش عارف تنام الفترة دي، ودي في حد ذاتها شيء مهم جدا وجزء مهم جدا من علاج الأرق، انك تتقبل، لان التقبل هو في حد ذاته جزء من العلاج. لان لازم نكون منطقيين وواقعيين ونعرف ان احنا كلنا معرضين للمشاكل النفسية. مين فينا مش بيحصل له مشاكل نفسية من وقت للتاني؟ بيته، شغله، حياته، الدنيا مش مثاليه. فتصالح مع فكره ان احيانا عندك تفكير كتير، عندك احساس اليقظه الفتره دي عالي، لانك لو فضلت تتخانق مع نفسك عشان تحاول تغلب النوعيه دي من المشاكل الارق ساعتها بيزيد مش بيقل. 5، الخطا الشائع المعروف اللي بقى جزء كبير جدا من اللايف ستايل بتاعنا وبقى جزء من حياتنا كلنا، وهو شرب القهوه كتير. منبه بيساعد على اننا ننتبه ونستيقظ احسن، وفعلا الكلام ده صحيح، لان الكافيين بيقعد في جسم الانسان حوالي 10 ساعات
تقريبا في المتوسط. ولكن الجزء اللي احنا مش عارفينه ان احيانا شرب القهوه ده بيكون ألد اعداء النوم، وكمان بيزود القلق والتوتر لانه بيرفع هرمون الكورتيزول، وكمان بتعمل مشاكل في الجهاز الهضمي لانها بتسبب حرقان في المعده، وبتعمل ارتجاع في المريء، وبتعمل زياده حموضه المعده، وبتساعد على تهيج القولون للناس اللي عندها مشاكل في القولون، وكمان بتساعد على ارتفاع ضغط الدم، وكمان بتساعد على ان العظام يكون فيها مشاكل، وكمان بتقلل من امتصاص الكالسيوم في الدم وده بيؤدي الى هشاشه العظام. وكمان بقى في حاجه دلوقتي اسمها ادمان الكافيين، لدرجه انه بقى مدرج في المراجع العلميه بشكل رسمي، نوع من انواع الادمانات اللي بقى ليها اعراض انسحاب. فزي ما القهوه ليها جانب مضيء ليها كمان جانب مظلم، وكل الكلام اللي انا قلته لحضراتكم على القهوه ده هو في حد ذاته بيساعد على ان القهوه تكون واحده من ألد اعداء النوم بشكل مباشر احيانا وغير مباشر احيانا. اصلا فكره ان احنا لازم نكون صاحيين على القهوه وننام بمنومات دي فكره غريبه. احنا المفروض ان احنا نصحى بشكل طبيعي وننام بشكل طبيعي من غير ما نعتمد على عوامل خارجيه كتير ونعتمد على الهرمونات الداخليه لجسم الانسان. كفايه كافيين صناعي وكفايه ميلاتونين صناعي، الميلاتونين اللي هو هرمون النوم. 6. في خطأ تاني شائع معروف وهو استخدام الموبايل واحنا في السرير قبل النوم. هقول لحضرتك اضراره وانت حر تستمر في الموضوع ده ولا لا. الاضاءه اللي بتطلع من الموبايل بتعمل ايقاف لانتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم. تصفح صفحات السوشيال ميديا بتعمل اجهاد عقلي كبير، وده المفروض ان حاجه تعملها في وقت غير النوم، لان الاجهاد العقلي هنا بيحفز هرمونات اليقظه مش العكس. لازم حضرتك انك انت تبعد الموبايل عن السرير وتبعده عن ايدك وانك انت تحترم فترة النوم، ودي حاجة معروفة. 7. مارس نشاط ذهني قبل النوم، ولكن لازم يكون هذا النشاط الذهني مكروه غير محبب للعقل. يعني على سبيل المثال حاول ان انت تقرأ موضوع انت مش بتحبه قبل النوم، لان المخ اصلا بيرفض ان هو يستجيب في حالات ان انت بتديله حاجة هو مش بيحبها، وهروبا من الاستجابة دي هو ممكن ان هو يدي اوامر للجسم بانك يلا انعس خش نام، ودي حيلة عقلية ممكن حضرتك تستخدمها مع نفسك. 8. ما تحاولش انك انت تهرب من الارق، لان الفرار من الارق بيزوده. كل لما بتحاول انك انت تضغط على نفسك انك تنام كل ما ده بيخلي مخك يعمل مجهود، والمجهود هنا بيصحصحك. الحرب اللي انت بتمارسها ضد نفسك بتخليك مستيقظ اكتر، والبديل انك انت تستسلم للارق. قوم من سريرك، روح اعمل حاجه، خلي انتباهك وتركيزك يتغيروا ويروحوا في منطقه تانية، هتلاقي باذن الله بسهوله شعور النعاس بيرجع ليك مره تانية. 9. تجنب استخدام السرير طول فتره اليوم، ما تحاولش تستخدمه الا فتره النوم فقط. السرير ما ينفعش ان هو يكون مكان للمذاكره ولا لسماع الاغاني ولا لقراءه الروايات ولا للفرجه على التلفزيون ولا لاي حاجه. السرير المفروض ان هو يكون للنوم فقط. وجرعات الاستلقاء اللي حضرتك بتعملها على السرير اثناء فتره اليوم العادي هي بتاخد من رصيد النوم والنعاس، وده اللي المفروض ان حضرتك توصل له بالليل لما بتتعامل مع السرير فقط للنوم. 10. من الحاجات المفيده جدا ممارسه تمارين التنفس والاسترخاء قبل النوم، ودي حاجه انا مش هشرحها لحضرتك، انت تقدر انك انت تشوفها على الانترنت، تقدر انك انت تعمل بحث عن تمرينات التنفس كتير جدا. تمرينات التنفس دي بتساعد على دخول وخروج الاكسجين بطريقه بتساعد جدا على الاسترخاء. ويا سلام بقى لو حضرتك قدرت انك انت تعمل ده مع الاضاءه الصفراء والبرتقالي، ودايما فترات الليل ابعد تماما عن الاضاءه البيضاء. 11. من فضلك اعمل تثبيت لمواعيد النوم والاستيقاظ، دي حاجه مهمه جدا جدا لانضباط الساعه البيولوجيه اللي هي مسؤوله عن ان هي تخليك تصحى الصبح وتخليك تنام بالليل. لو اتعودت على مواعيد معينه ثابته ده بيدي اوامر للمخ وللجسم انه يصحى وانه ينام، بيكون ده في المواعيد المحدده اللي انت عملت انضباط لساعتك البيولوجيه عليه. طبعا احيانا بيبقى في معاناه كبيره في الموضوع ده للناس اللي هي المواعيد بتاعت شغلها متغيره، دكتور، ضابط، فرد امن، نومه بقى نهاري بدل ليلي، ليله بقى صاحي بدل نهاره، دنيا مليانه لخبطه. الناس دي يعني حقيقي الله يكون في عونهم. وبالمناسبه يعني اقول لحضرتك معلومه ان منظمه الصحه العالميه كانت قالت في الموضوع ده ان العمل ليلا واحده من مسببات السرطان، وفي ابحاث كتير دلوقتي بتتكلم على العلاقه الواضحه ما بين اضطرابات النوم والسرطانات. والناس دي تاني بقول الله يكون في عونهم، بس انصحهم ان هم يحاولوا جاهدين ان هم يلاقوا فرصه عمل بديله للعمل ده، لان اضطرابات النوم هي واحده من الحاجات اللي مش هتخليك تنجح على المدى البعيد. عشان تبقى انت عارف النوم شيء يخليك انسان مستقر في تركيزه، مستقر في عمله، فتكبر وتترقى. فالنوم اهم من الشغل احيانا. اللايف ستايل بتاعك لازم يكون لا يميل لفكره الحلول المريحه والسريعه، يعني فكره ان انا لازم اكون راكن عربيتي قدام الباب بتاع المكان اللي انا رايحه، يا سيدي امشي شويه. ان انا لازم يبقى في اسانسير عشان اطلع لان انا مش قادر اطلع على السلم، يا سيدي اطلع على رجلك شويه. لازم يكون في شويه مجهود بدني حضرتك
حضرتك بتعمله، ودي مسألة مرتبطة باللايف ستايل. اوعدك ان هي هتفرق معاك جدا 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 في مستوى عمق النوم اللي حضرتك بتنامه، زائد ان هي بتفرق بشكل عام انك انت لو عايز تخس هتخس. 13 ممنوع منعا باتا الاكل مباشرة قبل النوم، وخصوصا الوجبات الثقيلة او السريعة اللي بتكون مليانة دهون وانواع من السكر وزيوت مهدرجة. لكن في نفس الوقت ممنوع برضو ان حضرتك تنام وانت جعان، لان اثناء فترة النوم الليلي ده كله الجسم بيكون في حالة حرق، بس حرق بيكون اقل من الطبيعي شوية، وشعور الجوع قبل النوم بيكون في حد ذاته من مسببات الارق. فالمطلوب من حضرتك انك انت تاكل قبل النوم بساعتين اكل خفيف يسد الجوع مش يوصل للشبع. ممكن كمان مع الروتين اللي احنا بنتكلم عليه ده يبقى فيه شوية مشروبات مهدئة زي اليانسون وزي التليو. ممكن كمان يكون موضوع اللبن الدافئ اللي قبل النوم بيساعد جدا على 14 درجة حرارة الغرفة لازم ان هي تكون ما بين ال 18 وال 22. اقل من كده هتشعر بالبرودة، اكتر من كده هتشعر بالسخونة. الحاجتين دول مش بيوصلوا لحالة النوم والاسترخاء. دي حاجة اكيد معروفة، انت ممكن تكون اصلا يعني شفتها وجربتها في حياتك اليومية. 15 ودي نقطة مش من الحاجات اللي الناس تعرفها كتير، الحتة اللي هنقولها دلوقتي، وهي ان عدم التعرض للشمس اللي هو بيؤدي لنقص فيتامين د او فيتامين دي ده بيقلل جدا ان الجسم بيفرز هرمون الميلاتونين. وعشان كده من المهم ان حضرتك تتعرض للشمس، لان ده بيساعد على انك انت بتكتسب فيتامين دي، وانك كمان بالليل بتلاقي نفسك بتنام بشكل اعمق وافضل. ويمكن حضرتك تلاحظ ده لما انت بتكون في مصيف او حاجه، هتلاقي ان انت في المصيف يعني الوضع بيكون احسن في النوم. 16 ودي برضو نقطه مش من النقاط اللي ناس كتير تعرفها، وهي ارتباط التدخين باضطرابات النوم. طبعا النيكوتين هو ماده اساسيه معروفه بتكون موجوده في التبغ اللي بتتعمل منه السجاير، والحقيقه ان النيكوتين ماده منبهه. صحيح هو بيساعد على الاسترخاء المؤقت، ولكن الاسترخاء ده بيبدا ان هو يروح مع افراز هرمون الكورتيزول اللي النيكوتين بيساعد على افرازه، اللي لما بيفرز بيساعد على وجود القلق والتوتر. والامتناع عن التدخين بيساعد جدا على جوده النوم. 17 اخر 40 دقيقه في النوم هي اهم فتره، لو نجحت ان انت تعديها بسلام انت هتدخل في احلى نوم في الدنيا. مهم جدا انك انت تبعد عن مسببات القلق او الخوف او الاحباط او الغضب او الحزن او الذعر. تحرر من كل الاوهام والخيالات والاحكام والحاجات اللي بتحصل لينا قبل النوم دي قدر المستطاع. ادخل في مود النوم بالطرق الكتير اللي احنا قلنا عليها من اول الحلقه لغايه دلوقتي، ولو حضرتك عملت كده الخلاط اللي بيكون شغال هنا ده بيبدا ان هو يهدى ويرتاح، وبتلاقي نفسك انك انت دخلت في النوم. وفي قصه هنا تحضرني ممكن ان انا اقول لحضرتك عليها، ممكن ان هي تفيدك باذن الله ان شاء الله. سيدنا خالد بن الوليد راح للرسول عليه الصلاه والسلام، كان بيشتكي من موضوع ان هو عنده مشكله الارق او مشاكل في النوم. فالنبي عليه الصلاه والسلام نصحه ان هو يقول الدعاء ده بشكل يومي قبل ما ينام: اللهم رب السماوات السبع وما اضلت، ورب الارضين وما اقلت، ورب الشياطين وما اضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، ان يفرط علي احد منهم او ان يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك ولا اله الا انت. دول هيساعدوك جدا على انك انت دي تهدى وانك تنام. يا رب يكون النوم احسن من الصحيان، والاستيقاظ يكون احسن من النوم، ويا رب يومك دايما يكون كويس. اتمنى ليك دايما الخير والسعاده. لو حضرتك تعرف حد بيعاني من اضطرابات النوم ابعت له الحلقه دي، لان هي فيها 17 نقطه ممكن جدا يكونوا مفيدين جدا. حابب ان حضرتك تكون بتتابع حاجه تساعدك على ان صحتك النفسيه عموما تكون افضل، حضرتك اشترك في القناه، اظن ان هي هتفيدك باذن الله. اشوفك دايما على خير. سلام.